نشرة الأخبار الرياضية من بي إن سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا بكم. حقق المنتخب المغربي لقب بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 ليتوج بطلا للمسابقة للمرة الثانية في تاريخه. جاء ذلك بعد فوزه المثير على نظيره الأردني ب3-2 في مباراة استكملت بشوطين إضافيين وبعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. هنا حقق ميسي لقبه الأول في ذات الموعد في لوسيل حين استضافت الدوحة الباذخة عرس العالم الكروي، وكذا هنا يتطلع أسود الأطلس للقب العربي الثاني والنشامة كذلك للمرة الأولى من ذات المكان ملعب لوسيل أرض التتويج. يحمل كلاهما بجانب الأمنيات تأسيسا قفز بهما إلى الطليعة في آخر المواسم. وكما أحسنت قطر الضيافة والتنظيم بلا عجب، سماؤها تكرم الجميع بغيث هطول يضفي أجواء مثالية على آخر مشاهد العرس العربي. واللقب هدف لكلا المدربين المغربيين، هدف لا يعترضه انتماء الجغرافيا والحدود. وفي الملعب يحتاج الطمان 4 دقائق ليسجل الهدف، واضعا المغرب في المقدمة بهدف يليق بالمناسبة غالط به أبو ليلى سيبقى في الذاكرة الرياضية. أي جول، أي كرة، أي لوب، هذا تاريخ، هدف أسطوري هنا في مرمى لوسيل في ملعب السحر. هنا يواصل استاد لوسيل نثر سحره في مباراة الكبار. خروج البركاوي للإصابة حجبه عن معانقة الشباك ولقب الهداف، والنشامة ظلت سوانحهم سهلة على بن عبيد حتى منتصف الحصة الأولى، وظل علوان متصدر الهدافين بلا خطورة ينتظر السانحة. أما الأسود فكانوا الأقرب للذهاب للاستراحة بوضعية مريحة لولا صحوة أبو ليلى وتواجد عصام سميري في المكان المناسب. حصة أولى وضع فيها المغاربة قدما نحو اللقب. في القسم الثاني عاد النشامة سريعا لتصحيح الوضع براسية هداف البطولة علي علوان معادلا النتيجة معتليا دفاع الأسود والصدارة. لكن الأسود عادوا من جديد بعد امتصاص الصدمة وعودتهم كانت بجانب المرمى. وقع دفاع المغرب في المحظور، والمحظور بعد المراجعة ركلة جزاء، هكذا قال حكم اللقاء. ولأن علوان لا يكذب الخبر ودع الكرة في المرمى والأردن في المقدمة. النشامة يعودون من ناصية الانتظار نحو القيادة. تسديدة الشوير وإن اعتلت العارضة، لكنها تقول إن المغرب ما زال موجودا لتبقى الاحتمالات قائمة ليدرك حفظ الله التعادل في آخر الأنفاس بعد تردد قاضي الجولة في احتساب الهدف النهائي بأشواط إضافية. ولأنها مباراة اللحظات الأولى ابتدر أبو طه الشوط الإضافي الأول بالتسجيل. قرار الحكم يعيد الوضع كما كان، عدله عبد الرزاق ثانية وهز شباك يزيد، والأسود في المقدمة من جديد، مقدمة لم تتغير في الحصة الإضافية الثانية. فالنشامة وإن أعادوا الأدراج في الوصافة لكنهم ملكوا القلوب بظهور راق على وقعه إلى الوجهة القادمة مونديال العالم. المغرب بطلا لمونديال العرب للمرة الثانية. أسود الأطلس منهج مبذول على إثره يهتدي الجميع في الارتقاء بكرة القدم، فالأهداف تتحقق بالعمل. والحمد لله، يعني شعور لا يوصف في الحقيقة أنه تتوج بلقب، ولقب يعني مع منتخب بلادك. هذا عطاء أولا من رب العالمين، وثانيا بمجهودات المدرب والطاقم واللاعبة، لأنه تأخذ هذه الكأس مو سهلة. أعتقد في بعض الناس تقول أنه سهلة، لكن مو سهلة. فيها منتخبات قوية جدا اللي تأهلت إلى كأس العالم، لكن الحمد لله احنا فريقنا فريق كبير ولاعيبه يعني ذوي خبره، والحمد لله. الحمد لله على التتويج. بعدا كنبغي نشكر اللاعبين كاملين
ونشكر الاطقم اللي كانوا معنا من الاول. حنا صراحه كان الهدف ديالنا التتويج من الاول، كما شفتوا برهنا على في كاع المباريات اللي لعبناهم. كانت واحد الروح عاليه، واحد القتاليه عاليه، واحد السخاء بدني عالي من عند كاع اللاعبين. فالحمد لله ربي جازانا بالتتويج. كنتمنوا من الله ان شاء الله الفريق المنتخب الوطني الاول حتى هو يتوج ان شاء الله في كاس افريقيا في المغرب ان شاء الله، ونكونوا فرحانين كاملين ان شاء الله. ما الحمد لله لوبجيكتيف اللي كنا جينا عليه هنايا لقطر خديناه، وهذا توفيق من الله عز وجل. يعني تعذبنا بزاف كما كيعرف الجميع ان المقابله كل 3 ايام، والبطوله العربيه ما بقاتش بحال شحال هذه، وكاين لو ريتم. كانوا دي ماتش بلو ريتم، كان بزاف ديال الريتم، كانوا فروق في المستوى. كنبغي نشكر الفريق الاردني على المقابله اللي قدم، وكنبغي مره اخرى نقول للشعب المغربي مبروك. وخلال تواجدي في الاستوديو التحليلي عقب المباراة، أكد طارق سكتيوي مدرب المنتخب المغربي أن اللاعبين قدموا شوطا أول مثالي عكس الشوط الثاني الذي اضطر فيه إلى إجراء بعض التغييرات الفنية. في المقابلة فاش بدينا بالمقابلة احنا بدينا بها بطريقة جيدة، وكنا أفضل في الشوط الأول بكل صراحة، لكن دخلنا في الشوط الثاني بواحد الارتخاء اللي غير مفسر، واللي كلفنا الكثير. كلفنا 2 ديال الاهداف، لقينا راسنا بين واحد رمشه عين مشجعين على 2 الاهداف. فهناك كان علينا اننا نديروا الاختيار، والاختيار الصائب، خصوصا ان عندنا عانينا من لا بليسور ديال البركاوي، العطب البركاوي، فاثر علينا باش اننا يوليو عندنا حلول اكثر من الناحيه الهجوميه، وحنا يعني خاسرين. فالشيء اللي جعلني انني نفكر باش نديروا الحل جيد، خصوصا ان الوقت بدا كيمشي منا، بقات واحد 20 دقيقه او 23 دقيقه. فربي وفقنا اننا درنا واحد الاختيار صائب، اننا درنا 3 ديال المدافعين، خدينا لو ريسك ودرنا 4 ديال المهاجمين، والحمد لله ربي وفقنا اننا ضغطنا اكثر، تقنا، بقينا تايقين وجاب الله الهدف ديال التعادل، ورجعنا في المقابله. قال مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي إنهم فخورون بالمستويات التي قدموها في البطولة رغم حسرة خسارة النهائي. ممتاز بين الحسرة والفخر، يعني حسرة النتيجة النهائية، يعني اللاعبين كنا نتمنوا أنهم يفوزوا باللقب، ولكن فخر بأداء اللاعبين وبالمستوى اللي قدمناه طيلة يعني المنافسة. يعني اليوم اللاعبين كانوا في مستوى رائع رغم مجموعة من الغيابات، رغم الصعوبات اللي كنا واجهناها، ولكن تعاملنا مع المباراة بشكل جيد. بطبيعة الحال بعض التفاصيل هي اللي تتعمل الفرق في مباريات زي هذه، عنصر التجربة، عنصر الخبرة افتقدناه في بعض اللحظات، وهذا هو اللي أثر علينا يعني في هذه المباراة هذه. من جانبه قال علي علوان لاعب المنتخب الأردني وهداف البطولة، قال إنهم قدموا مستوى مميزا في كل المباريات، مضيفا أنه فخور بزملائه اللاعبين وعلى الجمهور أن يفخر بالجيل الحالي للنشامة. الحمد لله رب العالمين، قدمنا مباراة كبيرة احنا والمنتخب المغربي، اتوقع نهائي اوفى بكل وعوده. ممكن ضيعنا اللقب باخر الدقائق من المباراة. هاي المباريات فخور بزملاء اللاعبين، فخور بالكادر الفني، قدمنا بطولة كبيرة مش بس مباراة اليوم، بطولة كاملة كان الكل عارف شو المنتخب الأردني. بعتذر من جماهيرنا الكبير اللي كانت حاضرة اليوم، حاضرة في كل مباراة، كنا حابين نفرحكم، لكن يعني هاي أقدار ربنا، مش مكتوب لنا. إن شاء الله يا رب إنه بنقدر نعمل إنجاز جديد ونحقق بطولات جديدة بإذن الله بدعمهم تواجدهم. لازم تكونوا فخورين بالجيل هذا، فخورين فينا، ودعمكم بالنسبة لنا إشي كبير. مبروك للمنتخب المغربي وجمهور المنتخب المغربي، منتخب كبير بيستاهلوا، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا في المباريات القادمة إن شاء الله وفي كأس العالم إن شاء الله. نحكي هارد لك لجماهيرنا اللي ساندونا اليوم، ما قصروا للأمانة. قدمنا مباراة كبيرة. الشوط الأول كان سيء يعني بالنسبة لنا، يمكن صدمة الهدف في بداية الدقائق كان بالنسبة لنا يعني خلينا نحكي دخلنا شوي في الشك، لكن الحمد لله يعني قدرنا الشوط الثاني نقدم مباراة يعني كبيرة من كل اللاعبين، ما حدا قصر.
للأمانة يعني حزين جدا، ثاني نهائي بنخسره في لوسيل، قدر الله ما شاء فعل. وذهبت جائزة أفضل لاعب في البطولة للمغربي محمد ربيع حريمات قائد أسود الأطلس، فرض نفسه أفضل لاعب في البطولة لينال تتويجا مستحقا بالكرة الذهبية، فيما آلت جائزة أفضل حارس مرمى للمغربي المهدي بن عبيد محققا القفاز الذهبي. وحقق الأردني علي علوان جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله ل6 أهداف. وفي العاصمة المغربية الرباط رصد مراسلنا مهدي فودي فرحة الجماهير المغربية بعد التتويج بلقب كأس العرب. كانت مباراة جد صعبة، نقدر نقول انه ايضا المنتخب المغربي نوعا ما صعب على راسه المأمورية بواحد الاختيارات التكتيكية اللي كانوا دخلوا المغرب في ديك المتاهة ديال يعني الضغط النفسي وكيفاش غادي يقدر يرجع في النتيجة، ولكن الحمد لله نقدر نقول ان ملعب لوسيل يكتب له دائما ان تلعب فيه المباريات ذات السيناريوهات الهيتشكوكيه، ونتمنى عاوتاني نشوفوا ايضا متعة كروية غير ما نعيشوهاش حنا كمغاربة مرة اخرى، ونربحوا ان شاء الله لا كوب دافريك. تنظن باللي اليوم بدينا مزيان في المقابله، ولكن مع الدوزيام ميطود دخلنا صعبنا المباراه علينا، استقبلنا هدفين، ولكن بالعزيمه ديال الرجال والدراري كانوا رجال استطاعوا الرجوع في المباراه. وتحيه كبيره لسي السكشيوي لانه العقل المدبر ديال المنتخب، وان شاء الله هذا يكون حافز للعابه الدراري في الكان. ماتش كان كبير، استمتعوا حتى الناس اللي كانوا محايدين من غير، وكان طبق كروي كبير، عشنا شويه كبير من ستريس، وحنا فرحانين بزاف. انا المنتخب الوطني الرديف كما نقدروا نقولوا كبينوا بانهم عندهم حتى هما القدره على انهم يلعبوا في اكبر مستوى. كاس العرب لمه كبيره ملي كيكونوا يجمعوا العرب بذاتهم، وعنده حلاوه خاصه، وهذه الحلاوه ذقناها اليوم من بعد 4 سنوات فاش خسرنا ماتش اللي ما نسيناهش. اليوم ما غنساوش هذه الليله هذه، ونتمنوا انها تكون هي ديك القفزه وديك الحافز المعنوي اللي خلينا اننا نفوزوا بالكان اللي خصها تبقى هنايا ان شاء الله. الاخ المدرب ديالنا جمال السلامي هارد لاك وعلى الوصول للنهائي ان شاء الله. مي المنتخب المغربي كيقدم انجاز اخر، وهذه رساله واضحه للسي المدرب الركراكي. كنتمناو ان شاء الله الفوز بكاس افريقيا، وتكون هذه الحله في كاس افريقيا في المغرب ان شاء الله تكون بواحد الطاقم، بواحد الباهيه.